العدسه دي على قد ما صغيره، بصوا حجمها قد ايه، على قد ما بتطلع شغل جبار جدا. العدسه دي اسمها عدسه 50 مللي مانوال. العدسه دي بتشتغل على الكاميرات اللي فيها موتور فوكس، زي الكاميرا ال700 وزي الكاميرا مثلا 750، زي الكاميرا 610، زي الكاميرا ال700، زي اي كاميرا فيها موتور فوكس العدسه دي بتشتغل عليها اوتوماتيك. وعلى الكاميرات اللي ما فيهاش موتور فوكس، زي الكاميرات العاديه اللي زي ال3200 وال300 وال500 وال5200 والكاميرات دي العدسه دي بتشتغل عليها مانوال فقط. لكن العدسه دي فيها اوبشن حلو جدا، اللي هي فيها فتحه عدسه 1/8. يعني لو انت بتصور سيشنات عايز حاجه تبدا بيها، مش لازم حاجه تكون يعني واو خالص، ممكن تبدا بالعدسه دي. العدسه دي اسمها 50 مللي مانوال، فتحه عدسه 1/8، يعني تقدر تاخد منها عزل كويس جدا جدا جدا. الشرب والالوان بتاعتها كويسين برضو، يعني الى حد ما برضو مش كويسين ان هم كويسين قوي، بس لو انت معاك اضاءه كويسه تقدر تستخدم العدسه دي وتطلع بيها شغل جبار جدا جدا جدا. لان العدسه دي معظم اللي بيستخدمها على كاميرات اللي هي فيها موتور فوكس، وناس كتير جدا بتصور على الوضع المانوال بتاخد العدسه دي على الكاميرات العاديه، زي ما قلت لك ال300 وال3200 وال500 والكلام ده. العدسه ده عندنا كسر زيرو بفضل الله اهي. العدسه ما شاء الله عليها، تقدر تستخدمها بقى في تصوير ايه ديت، تقدر تستخدمها في تصوير السيشنات، في تصوير المنتجات، في اي حاجه تصوير بيحتاج منها ان انت تطلع منه عزل. يعني اي تصوير هتحتاج ان انت تعمل منه عزل او تعزل الخلفيه، فالعدسه دي هتكون كويسه معاك، وسعرها كمان رخيص جدا مقارنه بالعدسه ال 50 مللي الاوتوماتيك. يعني مثلا العدسه ال 50 مللي الاوتوماتيك لو لقيتها حالتها زي دي كسر زيرو، هتلاقيها اقل حاجه عامله 9000 جنيه او 8000 جنيه. العدسه دي بتكون عامله 3000 جنيه بس او 3.5 على حسب حالتها وعلى حسب اللي بيبيعها. العدسه دي موجوده عندنا بسعر حلو جدا. تواصل معنا عن طريق الواتساب واسال عن السعر، وصدقني سعرها كويس جدا. في الحد هنا صلوا على النبي.